في زمن السرعة، في زمن كله ضغوط، شغل ومسؤوليات، علاقات متلخبطة، ناس كتير في مصر والخليج بقت حاسة إن حياتها ماشية من غير ما تفهم هي رايحة فين. كتير بيصحوا الصبح بنفس السؤال: هو أنا ليه مش مرتاح؟ ليه مش عارف آخد قرار؟ ليه حاسس إني تايه؟ هنا بتبدأ أول خطوة في جلسة الكوتشنج، خطوة بسيطة لكنها بتفتح باب كبير جداً للوضوح، للهدوء والتغيير حقيقي. والفيديو ده هياخدك جوه التجربة دي خطوة بخطوة مع قصص ناس حقيقية، واحد من مصر وواحدة من الخليج، وكل واحد فيهم كانت حياته واقفة لحد ما أخد قرار يبدأ. في بداية كل جلسة كوتشنج مفيش كرسي معجزة ولا عصا سحرية، في مساحة آمنة، مساحة تسمع فيها صوتك من غير حكم وتبدأ تشوف حياتك من زاوية مختلفة. في مصر قابلت أحمد، 35 سنة، موظف بنك. حياته كانت ماشية بالروتين، شغل طول اليوم، ضغط، مسؤوليات بيت، ودايماً حاسس إنه مش قادر ياخد خطوة لقدام. أول جلسة ليه كانت بسيطة جداً، لكن كانت أصعب سؤال اتسأله من سنين: إيه أكتر حاجة نفسك تحققها ومأجله ليه؟ ساعتها وشه اتغير وبدأ يحس إنه لأول مرة بيتسأل السؤال ده لنفسه بجد. وفي الخليج نورة، 29 سنة، أم الولد صغير، ناجحة في شغلها بس حاسة إنها تايهة بين أدوار كتير، أم وزوجة وموظفة وبنت. كانت دايماً تقول: أنا بعمل كل حاجة بس مش حاسة إني موجودة. الكوتشنج بالنسبة لها كان مساحة تستعيد فيها صوتها وتتعلم تحط حدود وتفهم هي عايزة إيه لنفسها مش للناس. الجلسة الأولى غالباً بتبقى اكتشاف، بنحدد فيها الهدف الأساسي. بعدها بنبدأ رحلة بعدد من الجلسات حسب الهدف، حسب التغيير المطلوب، وحسب استعداد الشخص إنه يشتغل على نفسه. والشغل هنا مش كلام، لا، في تمارين، في واجبات بين الجلسات، في متابعة، في وضوح بيزيد خطوة خطوة. العميل دوره إنه يكون صادق ومكمل ومفتوح إنه يسمع نفسه بجد. أحمد بعد 4 جلسات بدأ يشوف حياته من فوق، بدأ يفهم إنه مأجل مشروعه الصغير من خوف مش من قلة وقت. نورة بعد 5 جلسات قدرت تعمل أول حد في حياتها وقدرت تقول: لأ، ده فوق طاقتي، وده بالنسبة لها كان نجاح. فوائد الكوتشنج مش بس إنك تحقق هدف، ده إنك تبقى واعي، تبقى ماسك دفة حياتك بدل ما الظروف تسوقك، تعرف تفكر، تخطط، تحط أولويات، وتتعلم تقول لأ، وتتعلم تقول آه. وفي مصر والخليج الكوتشنج بقى جسر بين الاتنين، ثقافة شرقية بس بعقلية منظمة وخطط واضحة وإدارة نفسية صح. وده اللي بيخلي عشرات الآلاف النهاردة ياخدوا الجلسات دي. وفي آخر الرحلة التغيير مش بيبان فجأة، بيبان لما تبص ورا وتقول: أنا مش نفس الشخص اللي بدأ. والسؤال الحقيقي مش هل الكوتشنج هيفيدني، لكن أنا مستعد أبدأ إمتى؟